أنه قلناها وأكدناها ونتحدى المرة العشرين أن يثبت أحد لم ندخل شارع ولا أدخلنا سلاح ولم نضر لا مقيم ولا ابن وطن. إحنا نأتي للخير ونمنع الشر البعيد. وكل ما يقال وتسمعونه كذب من أساسه إلى نهايته. نحن فداء رب الوطن، نحن فداء أرض البحرين، وليخسى الخاسئون اليهود النصارى المجوس. ما لهم أراضي عندنا هنا السنة يهود ما في، يهود ما في. أنه قلناها وأكدناها ونتحدى المرة العشرين أن يثبت أحد لم ندخل شارع ولا أدخلنا سلاح ولم نضر لا مقيم ولا ابن وطن. إحنا نأتي للخير ونمنع الشر البعيد. يعني لم تتدخلون في عمليات ضبط الأمن؟ يا أختي سوس، إحنا نبني المساجد، دولنا تبني المساجد في أصقاع الأرض. والله إحنا على المستوى الشخصي إحنا كضباط أفراد والله إنهم يبنون، والله الحمد والشكر، يعني المقتدر إنه يبني المساجد. إحنا نهدم المساجد، نحن عمار المساجد بحوله وقوته. وكل من يردد مثل هذه الأكاذيب هو أولا حقيقة يسيء إلى نفسه، لأنه يصطدم بالحقائق. الثاني يعني بنقول إرهاب، يعتدون على الناس، بنقول يعتدون على محلات، يكسرون، يصككون الشوارع. لكن انك تعتدي على مساجد الله، تعتدي على بيوت الله، اللي يعتدي على بيت الله هذا اتوقع انه ما له دين، ما له دين. مستحيل نقول ان هذا انسان لا دين ولا قلب. بيت الله تعتدي عليه وتكسره، يعني ما تعرف هذه الناس من بالضبط، يعني ما ندري، لان يعني احنا مو متوقعين ان ذولين بحرينيين في الاساس، واذا كانوا بحرينيين خلي يسحبون جنسياتهم. اللي يعتدي على بيت الله ما نبي يكون من بيننا، ولا نتشرف انه يكون من بيننا، ولا راح نسامحه بعد. احنا نهدم المساجد، نحن عمار المساجد بحوله وقوته. اللي يعتدي على بيت الله يعني يا جماعة ترى شيء مو بسيط، لا شرع ولا دين ولا عرف ممكن يتقبل مثل هذه التصرفات اللي قاعدة تصير من ناس همج ما تفهم.